ابطال سنه ثالثه اعدادي حبايب قلبي عاملين ايه؟ النهارده هنراجع مع بعض اسئله على اخر درس في الوحده الاولى تاريخ، ويبقى انت كده خلصت الوحده الاولى تاريخ، وبعد كده ان شاء الله هنعمل لحضرتك مراجعه. السؤال بيقول لحضرتك ثورتها 25 يناير كده و30 يونيو، ده الدرس المهم وده اخر درس عندنا، ويلا نبتدي مع بعض. تعددت الاسباب التي ادت الى انفجار ثوره 25 يناير ومنها الاجابه خلو مجلس الشعب عام 2010 من اي معارضه. احنا قلنا من ضمن الحاجات اللي عملت ان الثوره يا جماعه ان مجلس الشعب تم تزوير الانتخابات بتاعته، فما كانش فيه اي حد من المعارضه اللي بتعارض الحكومه، والمعارضه دي قلنا ان هي حاجه وجودها ضروري لان هي بتفوق الحكومه على اي غلطه بيتم ارتكابها. فانا لما بعارض حضرتك مش غرضي ان انا اهدك، انا غرضي ان انا اقوم البلد مره تانية. تعالى نمشيها كده بالاستبعاد. هل تم ادخال تعديلات على قانون الطوارئ؟ لا. هل اتعملت الثوره عشان كان حد عامل تجريم لوجود معارضه فكريه؟ لا برضه. الغاء الدستور والانفراد بالحكم؟ لا، لم يتم الغاء الدستور. تمام، يبقى الاجابه الف. من أسباب ثورة 25 يناير 2011 استمرار العمل بقانون الطوارئ منذ تولي مبارك الحكم. تنحى الرئيس حسني مبارك عن الرئاسة وتسلم مين إدارة البلد؟ مين اللي مسك البلد بعد ما حسني مبارك ساب البلد وتنحى؟ المجلس الأعلى للقوات المسلحة. كانت أولى قرارات نظام مبارك لامتصاص غضب الجماهير في ثورة 25 يناير 2011. أول قرار لمبارك قال لهم يا جماعة أنا هشكل لكم حكومة جديدة. كانت أولى قرارات نظام مبارك لامتصاص غضب الجماهير في ثورة 25 يناير حاجتين قالهم مبارك وقت الثورة عشان يحاول يهدي الناس لما نزلت تعمل ثورة. قال لهم أول حاجة هعين لكم نائب للرئيس، تاني حاجة هعمل لكم حكومة جديدة، بس ما قال لهمش غير كده. يبقى أول حاجة هعين لكم نائب ليا. تم اسناد مصر عقب عزل ممثل حزب الحريه والعداله. يبقى لما اتعزل محمد مرسي يا جماعه تولى الحكم مكانه عدلي منصور رئيس المحكمه الدستوريه العليا. عقدت انتخابات رئاسيه مبكره في 2014 في عهد الرئيس عدلي منصور. اتعملت انتخابات رئاسيه مبكره عام 2014 عشان بعديها يفوز سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. صدر خلال حكمه دستور عام 2014، برضو الرئيس عدلي منصور هو اللي اتعمل دستور جديد 2014 وحاول يعدل دستور 2012 بتاع الإخوان المسلمين، بس الموضوع فشل. تمام. طيب تعالى بقى ناخد مع بعض أكمل. حصل حزب نقط على أغلبية المقاعد بعد انتخابات مجلس الشعب، حزب يا جماعة الوطني، الحزب بتاع حسني مبارك. من نتائج ثورة 25 يناير 2011 تخلي الرئيس محمد حسني مبارك عن الرئاسة. فاز نقط مرشح حزب الحرية والعدالة محمد مرسي، هو مرشح حزب الحرية والعدالة في 2012. أكدت الأحداث أن الجيش أو القوات المسلحة هي قوة مساندة للشعب المصري في ثورة 25 يناير وفي ثورة 30 يونيو. طيب نخش مع بعض على صح وغلط. ساهمت مواقع التواصل الاجتماعي في اندلاع ثورة 25 يناير. صح، كانت ثورة 25 يناير وليدة هذا التاريخ. غلط، قلنا الثورة ما اتولدتش في نفس اللحظة والمصريين ما قاموش منهم قال لك يلا يا جدعان نعمل ثورة. كانت الثورة بتاعة 25 يناير يسبقها، يعني كان في قبلها حركات احتجاجية ضد النظام، كان فيها حركات بتحتج وبتعارض النظام. التطبيق السليم لسياسة الخصخصة أدى إلى ارتفاع الأسعار في المجتمع المصري. على فكرة سياسة الخصخصة قلنا ما اتطبقتش بطريقة سليمة، يبقى التطبيق غير السليم لسياسة الخصخصة هو اللي خلى يرتفع الأسعار. من الأسباب الاقتصادية لقيام ثورة 25 يناير 2011 استمرار العمل بقانون الطوارئ. خد بالك، قانون الطوارئ مش سبب اقتصادي، قانون الطوارئ مش سبب اقتصادي. تمام. لكن لو انا عايز بقى اشيل خط بقى كلمه كده الاسباب الاقتصاديه واكتب ايه؟ سياسه الانفتاح الاقتصادي بطريقه غير علميه. يبقى سياسه الانفتاح الاقتصادي دي من الاسباب الاقتصاديه. من عوامل قيام ثوره 25 يناير سوء الاحوال الصحيه. صح، اتخذت الميادين العامه بالقاهره والمحافظات مكانا للتظاهر السلمي اثناء الثوره بتاعه 25 يناير 2011. صح، شكل المجتمع المصري بكل فئاته معرفه باللجان الشعبيه. صح، عملوا لجان شعبيه عشان يتم حمايه المواطنين والمرافق ومواجهه اعمال السرقه والحرق والنهب.
نجح نظام مبارك في امتصاص غضب الجماهير؟ لا طبعا فشل. هو حاول يعمل حاجتين يمتص بيهم غضب الجماهير زي ما قلنا. قال لهم اول حاجه انا هعين لكم نائب للرئيس، تاني حاجه اشكل لكم حكومه جديده. الكلام ده ما جابش سكه مع الناس يا رجاله. كانت ثوره 30 يونيو 2013 خطوه مهمه لتحقيق التنميه والتقدم، صح؟ تسلم السلطة في 3 يوليو 2013 المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا، صح. طيب اكتب ما تدل عليه كل عبارة. سياسة اقتصادية طبقت في مصر دون ضوابط علمية اسمها سياسة الانفتاح الاقتصادي. ويلا بينا بقى كده مع بعض على البتاع ده. عايزين نجيب قلم ملون، نجيب قلم اسود. يلا بينا بقى مع بعض ناخد كده سؤال سؤال بما تفسر ونشرح بما تفسر ونشرح الدنيا. بيقول لحضرتك بما تفسر قيام الشعب المصري بثورة 25 يناير 2011. يا جماعة الثورة قامت ليه؟ 1 تمام تزوير انتخابات مجلس الشعب عام 2010. 2 سوء الأحوال الاقتصادية. 3 سوء الأحوال الاجتماعية. 4 استمرار العمل بقانون الطوارئ. يبقى أنا كده عندي كام نقطة؟ 4. تعالى نكتبهم كده مع بعض بالترتيب. يلا بينا. 1 سوء الأحوال الاقتصادية. 2 سوء الأحوال الاجتماعية. 3 استمرار العمل بقانون الطوارئ. 4 تزوير انتخابات مجلس الشعب 2010. تمام. طيب تدهور الأوضاع الاقتصادية تمام قبل ثورة 25 يناير بسبب تطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادي دون ضوابط علمية. بسبب تطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادي دون ضوابط علمية. 3 تجمع آلاف العاملين وانضمامهم لصفوف البطالة قبل ثورة 25 يناير في وقفات احتجاجية بسبب التطبيق غير السليم لسياسة الخصخصة. بسبب التطبيق طبقوا غير السليم لسياسة الخصخصة. تمام. سوء الأوضاع الاجتماعية قبل ثورة 25 يناير. ليه يا جماعة؟ الأوضاع الاجتماعية تدهورت تمام بسبب عدم وجود عدالة اجتماعية. بسبب عدم وجود عدالة اجتماعية وزيادة الفوارق بين الشعب. بعد كده اعتبار الانتخابات البرلمانية عام 2010 مخالفة لإرادة الشعب. تمام. ليه يا جماعة؟ حيث تم تزوير الانتخابات. قلنا تم تزوير الانتخابات تمام ولم لصالح الحزب الوطني ولم يوجد مقعد واحد للمعارضة. تم تزوير الانتخابات ولا يوجد مقعد للمعارضة الوطنية. ما كانش فيه أي مقعد للمعارضة الوطنية. تعالى كده نراجع مع بعض على أسئلة بما تفسر. يبقى الثورة قامت ليه؟ قلنا بسبب سوء الأحوال الاقتصادية، سوء الأحوال الاجتماعية، استمرار العمل بقانون الطوارئ، تزوير الانتخابات. تمام. بعد كده ليه تدهورت الأوضاع الاقتصادية؟ قلنا بسبب التطبيق غير السليم او التطبيق سياسه الانفتاح الاقتصادي بطريقه او دون ضوابط علميه. قلنا الانفتاح الاقتصادي ده ان احنا نجيب المستثمرين الاجانب يجوا يستثمروا فلوسهم عندنا او يجوا يعملوا مشروعات عندنا، بس احنا كنا بنعمل الموضوع ده بطريقه غير علميه. تمام. ليه تجمع الاف العاملين وطلعوا معاش مبكر وانضموا لصفوف البطاله؟ عشان احنا قلنا يا جماعه احنا كنا بنطبق سياسه الخصخصه بطريقه غير سليمه. قلت لك سياسه الخصخصه دي انا ببيع مصنع للحكومه، ببيع الراجل اعمال برخص التراب، الراجل ده بيجي يمشي الناس اللي كانت شغاله ويجيب ناس جديده، فالناس اللي مشاها دي بتنضم
كل صفوف البطاله، وبيتم زياده الاسعار بتاعه المنتج اللي كان بيصنعه المصنع الحكومي بفلوس اقل. سوء الاوضاع الاجتماعيه بسبب عدم وجود عداله اجتماعيه، في فوارق كبيره جدا جدا بين طبقات المجتمع بيعيش حاله من الفقر، في نسبه كبيره من الاميه. اعتبار الانتخابات البرلمانيه عام 2010 مخالفه لاراده الشعب، راح قايله حيث تم تزوير الانتخابات يا جماعه وما كانش فيه ولا مقعد للمعارضه الوطنيه. تمام. طيب تعالى نكمل رقم 6. بيقول لحضرتك تشكيل الشعب المصري لما عرف باللجان الشعبيه. قلنا يا جماعه اللجان الشعبيه بتعمل ايه؟ حمايه المنشآت والمناطق ومواجهه اعمال السرقه. لحمايه المنشآت والمناطق ومواجهه اعمال الحرق والسرقه والترويع. ماشي. 7. أهمية يوم 11 فبراير عام 2011 في حياة الشعب المصري. اليوم ده فرق جدا جدا في حياة الشعب يا جماعة، لأن هذا اليوم هو اللي تخلى فيه محمد حسني مبارك عن رئاسة الحكومة أو عن رئاسة الجمهورية، لأنه هذا اليوم الذي تخلى فيه محمد حسني مبارك عن رئاسة الجمهورية. بعد كده يعد الجيش المصري هو الضامن لثورة 25 يناير و30/6. الجيش يا جماعة هو اللي ضمن الثورة، ضمن ان الثورة ما تسقطش، ضمن ان الثورة ما تفشلش، ضمن ان الثورة ما حدش ياخدها في سكة تخلي البلد يحصل فيها فوضى او اضطرابات او البلد يحصل فيها تتدهور. بالعكس الجيش المصري كان هو اللي بيحمي الثورة وبيحمي كل حاجة. طيب تعالى نجاوب السؤال ده، نقول ايه بقى يا جماعة؟ تمام. الجيش المصري قوة مساندة للشعب المصري، فهو لم يقمع الثوار ولم يجهض الثورة. لم يقمع الثوار ولم يجهض الثوره، يعني ما راحش ضرب الثوار وقال لك انتوا بتعملوا ثوره ليه. وممكن في زي نابليون يا جماعه الترم اللي فات اما قلنا لما الشعب المصري عمل ضد ثوره القاهره الاولى، هو عمل ايه؟ دمر الثوره بالارهاب وضرب الناس وقتل التجار والعلماء، فالناس خافت فما طلعتش من بيوتها. حتى لما المصريين عملوا ثوره ضد كليبر راح مدمر حي بولاق بالمدافع وضرب الناس، فبرضه الناس استخبت في بيوتها وقالت لك خلاص احنا مش هنعمل ثوره. نفس الفكره يا رجاله. 9. قيام ثوره 30 يونيو 2013. تعالى بقى كده هنقول لان حكومه محمد مرسي لم تساعد في حل أي مشاكل من مشاكل الشعب، ما حلتش أي مشاكل من مشاكل الشعب، فاستمرت سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. فاستمرت الأوضاع بيتم إصدارها، بيتم حالة من السوء ليها مرة ورا التانية ورا التالتة ورا الرابعة. طيب بعد كده يا صاحبي إصدار القوات المسلحة بيان عام 2013 يوم 23/6. البيان ده كان قبل ثورة 30/6 ب7 أيام، والجيش المصري يا جدعان عمله علشان يحافظ على الأمن العام للدولة. تعالوا نكتب كده: للحفاظ على الأمن العام للدولة. ده رقم 1. هو عايز يلاقي صيغة للتفاهم أو طريقة للتفاهم مع محمد مرسي، تمام، في الفترة دي، علشان الفترة دي يا جماعة كان كل غرضنا إن احنا نحل المشاكل. فنروح كاتبين كده، تمام، إيجاد صيغة للتفاهم لحل مشاكل الشعب وحماية مصالحه. هو مش عايز يدخل البلد في نفق مظلم، عدم دخول مصر في نفق مظلم، يعني يدخل كده في نفق مظلم فالبلد تتطربق عليها وطيها وكلنا نضيع. تمام. طيب تعالى نكمل بقى. فقدان العداله الاجتماعيه. ما النتيجه المترتبه على ما كانش فيه عداله اجتماعيه؟ يبقى تدهور الاحوال
الاجتماعية وقيام ثورة 25 يناير 2011. التطبيق غير سليم لسياسة الخصخصة: تدهور الأحوال الاقتصادية، تزوير الانتخابات لمجلس الشعب، لا يوجد مقعد للمعارضة، وقيام ثورة 25 يناير. يبقى كلهم أسباب علشان الثورة تقوم. حدوث اضطراب أمني أثناء ثورة 25 يناير، يبقى نزول القوات المسلحة لحماية المنشآت والمرافق والوقوف بجانب الشعب. ثورة ما النتيجة المترتبة على ثورة 25 يناير؟ تمام؟ تخلي حسني مبارك عن الحكم وتولى رئاسة البلاد المجلس الأعلى للقوات المسلحة. ما النتيجة المترتبة على ثورة 30 يونيو 2013؟ تم عزل محمد مرسي وتعيين عدلي منصور رئيسا للبلاد حتى يتم إجراء انتخابات مبكرة. حاجة صعبة. تعالى رجالك على الباب من نتائج تاني برضو عشان تعرف ان انا بحبك. العدالة الاجتماعية، لما ما كانش فيه عدالة اجتماعية فالاحوال اللي في المجتمع تدهورت جدا جدا يا جماعة. تمام؟ فده ساعد في قيام الثورة. التطبيق غير سليم لسياسة الخصخصة عمل على تدهور الاحوال الاقتصادية. تعالى نكتب هنا كمان حاجة. اول حاجة ارتفاع الاسعار، عشان برضو نبقى الاجابة دقيقة. ارتفاع الاسعار و خروج عمال لصفوف البطالة. يبقى أنا عندي حاجتين: ارتفاع الأسعار وخرج العمال لصفوف البطالة، فتدهورت الأحوال الاقتصادية. لما تم تزوير الانتخابات ما كانش فيه ولا مقعد للمعارضة، فده ساهم في قيام ثورة 25 يناير. طيب، حدوث اضطراب أمني، نزلت القوات المسلحة. ولو حد عايز كمان يا جماعة تشكيل اللجان الشعبية برضو صح، يعني ممكن تزود إجابتك تشكيل اللجان الشعبية ونزول القوات المسلحة لحماية المنشآت والمرافق. ثورة 25 يناير النتيجة اللي ترتبت عليها إن حسني مبارك تخلى عن الحكم واللي مسك الحكم من المجلس الأعلى للقوات المسلحة. ثورة 30/6 النتيجة اللي ترتبت عليها إن تم عزل محمد مرسي وتعين مكانه عدلي منصور. تمام؟ تعالى بقى كده نجاوب مع بعض. ما العلاقة؟ واحدة واحدة، احنا قربنا نخلص. ما العلاقة بين تمام التكنولوجيا المتطورة لوسائل الاتصال وثورة 25 يناير؟ هتروح كاتب كده: ساهمت التكنولوجيا المتطورة لوسائل الاتصال، اكتب بقى بين قوسين الفيسبوك والإنترنت، الحاجات دي يا جماعة ساهمت في اندلاع أو قيام ثورة 25 يناير 2011. طيب، بعد كده سياسة الخصخصة والأوضاع الاقتصادية. التطبيق لسه قايلينه، التطبيق غير السليم لسياسة الخصخصة أدت إلى ارتفاع الأسعار وزيادة نسبة البطالة، مما أدى إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية قبل ثورة 25 يناير. دلل تاريخيا كانت ثورة 25 يناير 2011 من الثورات الفريدة في التاريخ المصري الحديث والمعاصر. ليه يا جماعة؟ لأن اللي عمل الثورة دي قلنا السوشيال ميديا، الفيسبوك وتويتر والحاجات دي. تمام؟ هتروح بقى كاتب الجملة اللي فوق، يبقى حيث ساهمت وسائل الاتصال الحديثة ومواقع الإنترنت والفيسبوك
ماشي في اندلاع ثورة 25 يناير 2011. طيب دلل تاريخيا حافظ الشعب المصري على أمن البلد امتى يا جماعة؟ أيام ثورة 25 يناير، عندما قام المجتمع أو الشعب، قام الشعب بتشكيل اللجان الشعبية. عندما قام الشعب بتشكيل اللجان الشعبية لحماية المنشآت والمرافق ومواجهة أعمال الحرق والسرقة. ماذا يحدث إذا لم يتم الاستعانة بالقوات المسلحة أثناء ثورة 25 يناير؟ ماشي يا جماعة، طبعا لم يتم تأمين الممتلكات العامة، لم يتم تأمين الممتلكات العامة والخاصة والحفاظ على أرواح الناس والحفاظ على أرواح المجتمع. لم تصدر القوات المسلحة بيان يوم 23 يونيو 2013 انزلقت مصر في نفق مظلم، انزلقت مصر في نفق مظلم وصراع مرير. يعني دخلت بقى مصر في نفق مظلم وحصل صراع، ولم يتم الحفاظ على أمن البلاد، ولم يتم الحفاظ على أمن البلاد. آخر سؤال بيقول لحضرتك: تجمعت العديد من الأسباب التي مهدت لاندلاع ثورة 25 يناير 2011 في ضوء العبارة وضح دور الانتخابات البرلمانية عام 2010 في قيام ثورة 25 يناير. هتروح كده: تم تزوير الانتخابات، تم تزوير الانتخابات لصالح الحزب الوطني، ولا يوجد مقعد للمعارضة الوطنية، مما أدى إلى قيام ثورة 25 يناير 2011. طيب قول له دور القوات المسلحة في ثورة 25 يناير. احنا لسه قايلين حماية المنشآت والمرافق والممتلكات العامة، ولم تكن أداة لقمع المتظاهرين. ما كانتش أداة لقمع المتظاهرين. ويبقى أنا كده ريحتك مني خالص وخلصت لك الوحدة الأولى في التاريخ شرح وحل شرح وحل. ويبقى أنا كده عملت اللي عليا معاك، فاضل لك درسين في ذمتي يا صاحبي وتبقى أنت خلصت المنهج خالص. أشوفك على خير. كانت معاكم اسمها رينا عاطف، مدرسة التاريخ والجغرافيا.